بسم الله الرحمن الرحيم. بزير محمد عضو في جامعة الغرف بالرباط الصيد البحري، وعضو في الغرفة الأطلسية الجنوبية، ورئيس الكونفدرالية الوطنية على الصعيد الوطني ديال الرؤيس والبحارة. بغيت نهضر على جوج نقاط، نرد على الفيديو اللي درت السيمانه اللي فايت على السرديل، وبغيت نرد على شي وحدين اللي كيقولوا لهم البرقاقه في المرصع. حنا عارفينهم البرقاقه كيشريو السرديل عند عباد الله. انا كنقول لكم علاش قلت لكم 3 دراهم. من منظور تال القويره كاين اتفاقيه بين المهنيين وبين المكتب الوطني للصيد امام الوزاره الصيد البحري. انا كنت تما، كنا في الاجتماعات، واي ثمن كيتزاد في الحوت كيتصنع امام الوزاره الصيد البحري مع المهنيين والمكتب الوطني للصيد، اللي وصلنا في الثمن ديال السرديل من منظور تال القويره 3 دراهم الكيلو. وهذه اتفاقيه عند المكتب الوطني للصيد وكنحمل لها مسؤوليه. الاولى الشرن كاين 4 دراهم، اتفاقيه تسنات ممنوع الحوت يتباع فوق 4 دراهم، وممنوع يتقل 4 دراهم، والسرديل ممنوع يتباع فوق 3 دراهم. فقادير اما كاين المراسل الاخرين في الجنوب بحال طنطان 2 دراهم ونص، بحال العيون 2 دراهم و70 2 دراهم ونص، بحال بوجدور 2 دراهم ونص، بوجدور فيه 2 دراهم و20 2 دراهم و30 حتى 2 دراهم ونص، الداخله فيه 2 دراهم ونص، كابايلا كدير 2 دراهم ونص الكيلو، 2 دراهم ونص الكيلو. اتفاقيه سنات لا نشوبه 6 دراهم الكيلو، اتفاقيه سنات مع المهنيين، مع الجمعيه المغرب كامل ديال الصيد الساحلي، ومع المكتب الوطني للصيد واللوزينات سنات، وعطيناها للمكتب الوطني للصيد باش يطبقها. مع الاسف ما تبقاتش، وتبقات في القانون، كاينه في القانون. والحوت اللي كيتباع في المراسيل المغرب كاملين كيطاكسيو الحوت السرديل 3 دراهم، الشرن ب 4 دراهم، لا نشوفها ب 6 دراهم، كابيلا ب 2 دراهم ونص. دابا الان حاليا فقادير، وفي المراسيل المغرب كاملين غير كاين شي فرق ديال 20 درهم 30 فرانك. والمراكب اللي كيدخلوا اليوم لاكادير كيطاكسيو الحوت 3 دراهم. وعلاش هذا الحوت كيتباع على برا ب 300 ريال؟ مشيت للمرسى كيقول لك كتكون الدلاله. فين كاين هادشي الدلاله؟ ما كاين لا حتى شي دلاله. الا كاع كاينه الدلاله في المرسى، وهذا السرديل كيتباع ب 300 ريال للصندوق، ولا كيتباع ب 150 درهم للصندوق، ولا كيتباع ب 20 درهم الكيلو، ولا 30 درهم الكيلو، كنتحداكم تمشيو عند المكتب الوطني للصيد، واش كاين شي واحد كيطاكسي السرديل فوق 3 دراهم؟ ما كايناش. واش كاين شي واحد كيطاكسي كابيلا فوق 50 ريال؟ واش كاين شي واحد كيطاكسي الشر فوق 40 ريال؟ وانت احنا الالتزام بيننا وبين الوزاره، هاد الثمن درناه اللوزينات باش نوصلوا الحوت للوزينات. اليوم اللوزينات ما بقاش كياكلوا الحوت، راه هاد الثمن داروه المهنيين مع الوزاره مع المكتب الوطني للصيد. ولكن اليوم هاد السرديل كيتباع ب 3 دراهم، البحري اليوم كيتخلص ب 3 دراهم، البحري عندنا في المرسى كيتخلص ب 3 دراهم، ولكن من المرسى لهنا 300 ريال 200 ريال 250 ريال. وغير ول البارح السيد شرا 2 كاميوات ب 4 الملايين في المرسى، وباعهم في مراكش ب 30 مليون 35 مليون. اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر. اصحاب المراكب ديال السرديل فقادير، هذوك الناس الاصليين اللي عندهم المراكب ما بقاوش في القطاع ديال الصيد الساحلي، كلشي مساكن داو لهم البرقيه البطويات، كلشي داو لهم البطويات. علاش بهكا؟ جايب الحوت من البحر باعوا ب 3 دراهم باش يستر المواطنين، فيه الطاكس، فيه لاسورانس، فيه الضريبه، فيه الباراسيون، فيه كلشي. هذاك اللي شراه جا باعوا ب 300 درهم 200 ريال، ماشي هذاك غيشري باركو، غيشري المغرب كامل. راه اليوم عندنا واحد الكارثه في الصيد الساحلي، راه البرقاقه والمارينات هما اللي يشروا البطويات ديال السرديل، جاو عريانين ما عندهم والو في القطاع ديال الصيد الساحلي. اليوم هما اللي تسمنوا، بيعوا شري في الحوت وما تخدم في الحوت. طلعوا على روسكم شوفوا شكون دابا باقي اللي عنده باركو، البرقاقه والمارينات بصحتهم، مالين اللوزينات ومالين البطويات غاديين في الفندق، مالين المعامل ومالين اللوزينات ومالين البطويات غاديين في الفندق، والبرقاقه والمراينات طالعين الصاروخ وباقي كتعاون معاهم المكتب الوطني للصيد. حرام حرام. باش السرديل يتباع فوق 3 دراهم فقادير، الا تباع غيتباع ب 3 دراهم ونص 4 دراهم، واخا يوصلوا النظر. هاد الناس ما بقاش كيقنعوا، ولكن كلشي على هذا الشيء اللي وقع كان حمل المسؤوليه للمكتب الوطني للصيد.
اللي خص هي تراقب، عندها الكاميوات ديالها، عندها كل شيء. فاشله في الخاوي وفاشله في البيع ديال السرديل وفاشله في الاثمنه ديال الحوت. اش غنديروا حنا ما عندنا ما نديروا. حنا اليوم الطاكس ديال البحري عندنا 3 دراهم، لا دريد البحري فيها 1000 درهم، 1500 درهم. علاش هكاك؟ كان طاكسي ب 3 دراهم. حنا قانعين الله يجعل البركه، كنقلبوا على الحلال. ولكن علاش هاد المواطنين في مراكش ياكلوا السردين ب 300 درهم؟ علاش ياكلوا في اكادير وغير اكادير في الباب ديال الديوانه كنشريوه ب 300 درهم، الباب ديال الديوانه كنشريوه ب 300 درهم، وكيطاكسها ب 3 دراهم ويبيعونا ب 300. حرام. عنده الفاكتوره ديال 3 دراهم، خص يبيعنا ب 3 دراهم و20، 3 دراهم و40. حنا مهنيين ما تقولوا حنا كنزيدوا عليكم الحوت، حنا مهنيين كنبيعوا لكم الحوت 3 دراهم. المثال بيعوا شري في الحوت وما تخدم في الحوت. شوفوا مع الناس اللي كيشريوا الحوت اللي كيوصلوا لكم الحوت بهذه الطريقه. خص المكتب الوطني للصيد كل مراقبه. ودرنا المارشيات في مراكش بني ملال، ودرنا واحد العدد ديال المارشيات في شمال المغرب. هذا الحوت اللي كيتباع ب 3 دراهم يمشي لهالدو باسون ديال المكتب الوطني للصيد، وتكون المراقبه. اللي كان يخرج من اكادير بالايميل ديالو بالنمره ديال الكاميو بكيت الشارج ديالو بايرينين بكل شيء، خص يراقبوه فين مشى ويتباع ب 3 دراهم و20، يتباع حتى بالدوبل ب 6 دراهم بصحتهم. المراقبه ما كايناش. وما تلوموش الصيد الساحلي، راه الصيد الساحلي واللوزينات واكلين الدق. اللي مبرعين هما اللي كيبيعوا ويشريوا في الحوت الصماصيره وما عندهم حتى شي حاجه. وشكرا.